أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. أيها الإخوان الأعزاء، معلوم عندكم أن مسألة القدس وفساد اليهود وقتلهم الأنبياء والأبرياء واعتدائهم على حقوق الناس مسألة قرآنية إلهية نبوية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ويقول عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذا يقول الله: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتوله منكم فإنه منهم. ولهذا كان محبة القدس في قلب كل مسلم في المشرق والمغرب، لا سيما حين احتلها اليهود. ومن أجلها أصبحت قضية الفلسطيني هي قضية المسلمين الأولى، لها يفزعون وعليها يحافظون وفي سبيلها يقاتلون. إن القدس ليس ملك الفلسطينيين وحدهم، إنها ملك المسلمين جميعا، ولا يجوز للفلسطينيين وحدهم أن يتصرفوا في مسير القدس، بل يجب على المسلمين جميعا أن يقوموا بواجبهم في الدفاع عن بيت المقدس، وهذا فرض عليهم جميعا أن يدافعوا عنها بأموالهم وأنفسهم وما ملكت أيديهم، كما وقع في القديم حينما احتل الصليبيون القدس قديما. كان الذين عملوا على تحريرها مسلمين من غير العرب مثل عماد الدين زنجين التركي وابنه نور الدين محمود الشهيد وتلميذه صلاح الدين الأيوبي الكردي الذي حرر القدس على يديه. ونرجو من الله تعالى أن يحرر القدس على أيدينا وعلى مسلمي العصر، ويحفظنا والمسلمين جميعا من شر اليهود وأهلاكهم بإذن الله تعالى. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يستغرب البعض للأهمية القصوى للقدس في وعي ووجدان وعقل العالم الإسلامي، والحقيقة أن الذي يعرف أن القدس هي عنوان العالمية الثانية للإسلام، الذي يعرف ذلك لن يستنكر ذلك ولن يستغرب ذلك. فعودة الإسلام الثانية ارتبطت في الحقيقة بتحرير القدس. لهذا فإن كل الحركات الإسلامية وكل المسلمين الذين يريدون أن يثمنوا من دورهم ويرفعوا من قدرهم في هذا الزمان عليهم أن يربطوا أنفسهم بقضية القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو شهر رجب، شهر الجهاد، شهر الإسراء والمعراج، شهر الكرد الذين حرروا فلسطين ابتداء من حطين. لقد كان الكرد وغيرهم من أقوام المسلمين يلوذون بالمسجد الأقصى في شهر رمضان، يشدون الرحال ويأتيه الزهاد والعباد ليقيموا وليمارسوا عبادة الرباط في ردهات المسجد الأقصى. ولكن الصليبيين في 15/7/1099 ميلادية أبادوا أهل القدس أجمعين، لم يبقوا واحدا. وأما الزهاد والعباد والمرابطون لاذوا بالمسجد الأقصى وعددهم 5000، فأبادوهم وذبحوهم ذبح النعاج، إلا 1000 مرابطة بقيادة الفقيه الشيرازية كنا في قبة السلسلة، اختطفوا وسحبوا الأطفال والرضع واحدا واحدا ورضخوا رؤوسهم في الأعمدة ثم رموهم جميعا من خلف الأسوار كما يقول ويل ديورانت.
فقيض الله للأمة صلاح الدين الكردي البطل المجاهد الذي خاض 74 معركة لأجل استخلاص المسجد الأقصى واسترداد الصخرة المشرفة. رجل واحد استطاع أن يواجه أوروبا مجتمعة. صرخة الزمان، معجزة المكان، سيف الإسلام الذي قطع أنف فرنسا والفرنجة والصليبيين في حطين، ثم دخل المسجد الأقصى في 12,187، ولا زال الكرد في فلسطين في كل قراها ومدنها أكثر من 72 عشيرة. وإن بيت المقدس وأهلها يا أيها الإخوة في كردستان وفي تركيا يتطلعون إليكم، يبادرونكم حبا